اهلا بك يا صاحبي في اوضتي. في يوم من الايام من اكتر من 1000 قرن كان في دكتور الماني اسمه كارل فيستيفال. سنه 1878 هو لاحظ حاجه غريبه في المرضى بتوعه. الناس بتفكر في نفس الفكره بشكل متكرر وبتعمل سلوكيات غريبه، مش لانها عايزه بس لانها مضطره. واحد بيغسل ايده 10 مرات، واحده بتتاكد انها قفلت الباب كل دقيقه، وكلهم بيقولوا نفس الجمله: انا عارف اللي انا بعمله مش منطقي بس مش قادر اوقفه. فيستيفال كتب عن الحاله ديت وسماها وقتها اسم الماني، الفكره القهريه، وكان اول واحد يوصف الوسواس القهري كحاله مستقله مش مجرد عرض من الاعراض الجنون او الهذيان. بس قبل كده سنه 1866 كان في عالم فرنسي اسمه جي فالرا كتب عن حاجه اسمها فيرلي ريسون نايتي، يعني الهذيان المنطقي، وكان يقصد بيها الناس اللي عندهم افكار منظمه بس مش بيقدروا يوقفوها. وده يعتبر اول وصف قريب لفكره الوسواس، بس ما كانش لسه في اسم واضح. في البدايه الناس كانت فاكره ان الوسواس القهري نوع من الجنون او ضعف في الشخصيه، بس مع الوقت العلماء بدأوا يلاحظوا ان الناس ديت مش مجنونه، دي واعيه جدا وعارفه ان اللي بيحصل جواها مش طبيعي. بس في القرن العشرين بدأ يظهر مصطلح اسمه اضطرابات الوسواس القهري، وبدأت الابحاث تدرس المخ وتكتشف ان في خلل في منطقه معينه مسؤوله عن التفكير والتكرار. وبدأت تظهر نظريات بتقول ان في خلل في ماده السيروتونين، وان العلاج ممكن يكون بالادويه او العلاج السلوكي المعرفي. وفي التسعينات بدأ العالم يفهم اكتر، وبدأت الناس تتكلم بصوت عالي: انا عندي وسواس قهري، ومش عيب ومش ضعف ومش جنون. ومن وقتها الوسواس القهري بقى حاله معروفه ولها علاج ولها فهم ولها صوت. ومع مرور السنين بدأ العلماء يفتحوا الصندوق الاسود للمخ البشري، بدأوا يشوفوا اللي زمان محدش كان فاهمه. لقوا ان الوسواس القهري مش مجرد تفكير بيعدي، ده دايره مقفوله من الالحاح والخوف وبيتكرر جوه دماغ الانسان من غير ما يستأذن. الدماغ عند الشخص العادي بيفكر في فكره ويمشي، لكن عند الشخص اللي عنده وسواس الفكره بتفضل تلف وتلف وكأنك مش عارف تطفي الزرار اللي في دماغك. كل مرة تحاول تتجاهلها بترجع أقوى، فتبدأ تعمل سلوك تاني تحاول فيه تهديدها، غسل أو عد أو ترتيب أو تأكيد. بس الحقيقة إنك كده بتغذيها أكتر. ولأن الوسواس القهري أذكى من الناس ما تتخيل، هو مش بيجي في شكل واحد، ممكن يظهر في صورة خوف من التلوث أو شك في إيمانك أو حتى أفكار مؤذية أنت ذات نفسك مش موافق عليها. وده أكتر شيء بيتعب الناس، إنهم بيحاربوا فكرة مش هم اللي اختاروها. لكن مع الاكتشافات ديت اتولد أمل جديد. العلم بدأ يثبت إن الإنسان مش هو الوسواس، وانه يقدر يفهمه وانه يقدر يسيطر عليه مش بالعنف بل بالفهم وبخطوات صغيره لكنها قويه. في العيادات اطباء بداوا يعلموا الناس ازاي يواجهوا الوسواس القهري من غير ما يهربوا منه، ازاي يخلي الصوت ده يبقى باهت بدل ما يكون صوت عالي ومسيطر. بدات قصه ناس حقيقيه تطلع للنور، ناس كانت حاسه انها محاصره وبدات دلوقتي عايشه حياتها عادي. الوسواس القهري مش مجرد فكره دخلت دماغك، الوسواس عنده طريقه ذكيه يخليك تصدقه. بيبدا بفكره صغيره جدا وشك بسيط او احساس بعدم الارتياح، يبدا يتسلل لحد ما يبقى صوت عالي في دماغك. في علم النفس في حاجات اسمها حلقه الوسواس. اولا الفكره بتدخل فجاه، ثانيا احساس بالقلق او الذنب، ثالثا سلوك قهري عشان تهدى، رابعا الراحه المؤقته، خامسا الفكره بترجع تاني اقوى من الاول زي ما تكون في دايره مغلقه، كل ما تحاول تهرب تلاقي نفسك بترجع لنقطة البداية. والعلماء اكتشفوا ان اللي بيحصل ده مش ضعف شخصية، ده نشاط مفرط في منطقة معينة جوه في الدماغ زي القشرة الجبهية المدارية او النواة المذنبة، ودي المنطقة اللي بتتحكم في اتخاذ القرار او التأكد من الامان. يعني ببساطة دماغك بيبالغ في تنبيهك زي جهاز الانذار، بيشتغل طول الوقت حتى لو مفيش خطر حقيقي. الناس اللي عندهم وسواس مش عايشين في راحة، هم بيعيشوا مع معركة صامتة مع فكرة مش هم اللي اختاروها. وده السبب اللي بيخلي العلاج مش بس علاج طبي لكن كمان رحلة وعي وصبر. في علاج سلوكي معرفي CBT، في طريقة اسمها ERB التعرض ومنع الاستجابة. الطريقة ديت بتعلمك تواجه الفكرة من غير ما تعمل سلوك قهري. هي في الاول بتكون صعبة لكن مع التكرار صوت الوسواس بيبدأ يضعف، كأنك بتقلل من قوته خطوة خطوة. مثلا لو الوسواس بيقول لك اغسل ايدك 20 مرة، الدكتور بيعلمك انك تتحدى الفكرة وانك تغسل مرة واحدة، تستحمل القلق من غير ما ترجع تغسل تاني. ومع الوقت القلق بيقل وان الدماغ بتتعلم ان مفيش خطر حقيقي. مش بس كده، كمان في علاج حديث بالادوية بتنظم مادة السيروتونين، وفي جلسات دعم جماعي، ناس بتحكي قصصها وبتدي امل لغيرها، ناس كانت فاكرة ان حياتها خلصت
ورجعت تشتغل وتضحك وتعيش من جديد. في ناس كان الوسواس بتاعهم عن الفكرة المؤذية، زي ماذا لو اذيت حد، بس الحقيقة هم اكتر الناس رافضين الفكرة، وده دليل انهم مش خطر على حد. الوسواس بيحب يهاجم اكتر الاماكن احساس جواه، الحاجات اللي انت بتخاف منها او الحاجات اللي انت بتحبها جدا. وده سبب ان الوعي مهم جدا. لما تفهم ان الوسواس مش انت، بتبدأ تفصل ما بين صوتك الحقيقي وصوته. بتبدأ تقول انا سمعتك لكن مش هصدقك. كل مرة انت بترفض تستجيب بتاخد خطوة ناحية الحرية. الحرية مش معناها انك تختفي الفكرة تماما، لكن انك تبطل تديها سلطة على حياتك. الاطباء بيأكدوا ان الوسواس القهري قابل للعلاج، ونسبة كبيرة من الناس بيتحسنوا بشكل ملحوظ مع العلاج السلوكي او الدوائي، وفي ناس بدأت تتعامل معاه كأنه ما عادش بيأثر على حياتهم. والاجمل الناس اللي مرت بتجربه الوسواس كتير منهم بيكون اكثر قوه وتعاطفا مع غيرهم، انهم عرفوا يعني ايه ازاي تقاوم الفكره جوه دماغك، ويعني ايه تقف على رجلك رغم العاصفه. لو انت او اي حد بتحبه بتعاني من الوسواس القهري، انت مش ضعيف وانت مش لوحدك، وانك تقدر تتعالج وتعيش حياتك. الوسواس القهري مش نهايه، هي بدايه رحله فهم نفسك اكتر، وبدايه انك تستعيد السيطره على حياتك. في يوم من الايام الوسواس كان الصوت الوحيد اللي بيملى الدماغ، بس في اليوم التاني هيكون مجرد همسة لا بتخوفك ولا بتتحكم فيه، لانك هتتعلم تسمعه وتفهمه وبعدين تطفيه. الوسواس مش نهايتك، هو امتحان لقوتك، وكل مرة تختار تقاوم حتى لو بخطوة صغيرة فانت بتكسب. مش مهم قد ايه الطريق طويل، المهم انك بدأت تمشي. لو بتعاني من الوسواس افتكر انك مش لوحدك، في ناس زيك قاموا ونجحوا. في اليوم الجاي هتبص ورا وتقول انا كنت اقوى من خوفي، لكنها بداية حقيقية لحياة اهدى واقوى واجمل. سلام.